السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، والفيديو ده للناس المهتمية بتعلم اللغة الألمانية او الناس اللي بتدرس ألماني. طبعا اي حد بيدرس لغة بيقابله كلمات مش عارف ينطقها بالنطق الصحيح، او بيبقى مثلا حاسس ان الكلمة دي ممكن يكون بينطقها غلط. يتأكد ازاي؟ في ابلكيشن اسمه Sprechen Sie Deutsch، او باللغة العربية اسمه ناطق الكلمات الألمانية. الابلكيشن ده حلو جدا، بعد ما بتحمله بيشتغل من غير نت، وكمان طريقته سهلة جدا. تعالوا نبدأ نشوف الابليكيشن ده ونبدأ نستعمله. هو ده شكله، اسمه سبريشن زي دويتش، وده او اسمه ناطق الكلمات الألمانية. هبدأ ادوس هنا وبعدين هبدأ اكتب الكلمة باللغة الألمانية. مثلا هكتب verb kommen. kommen, kommen, هكتب verb wohnen. wohnen, wohnen, هكتب verb heißen. heißen, heißen, طيب انا كده كتبت كلمة، انا ممكن كمان اكتب جملة. مثلا ich heiße ياسمين. ich heiße Jasmin. عايزة اكتب مقال حتى، هينطق لي المقال كله. وزي ما انتم شايفين مش بيقولوا بطريقة سريعة. الابليكيشن ده افضل من جوجل طبعا، لان هيبقى عندك على طول على التليفون. بينطق كلمات، بينطق جمل، بينطق حتى لو مقال كبير او كده. طيب انا هجرب، هكتب مثلا ايش هايس ياسمين ايش وانا انت. Ich heiße Jasmin. Ich wohne in Kairo. ممكن بقى اكتب زي ما انا عايزة، يعني الموضوع يعني عايزة اكتب موضوع، مقال، نص كبير، اي حاجة هينطق لي النطق الصحيح. وزي ما انتوا شايفين بيقولوا بالراحة. لو انتوا شايفين ان هو بيقولوا بسرعة ممكن نسمعها كتير. اي حاجة او اي لغة جديدة لازم نسمعها كتير علشان نعرف ناخد عليها او نعرف ننطقها بنطق صحيح. Ich heiße Jasmin. Ich heiße Jasmin. عادي بيعيد الجملة كتير جدا، وزي ما قلت لكم بيشتغل من غير نت. اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله. تشوس.